هم يتخوفون من الإسلام، والإسلام رحمة كله، لكن هذا أغرى جهات عديدة بالاستهزاء بنا في الجمل. قال لك ما احنا بنتريق عليهم، واحنا اللي معانا الصحف المستقلة، واحنا اللي معانا الفضائيات. ما الفضائيات المستقلة دي كلها بتاعت مين؟ ما بتاعتهم هم، بتاع الليبراليين والجماعة دول. الصحف المستقلة دي كلها بتاعت مين؟ ما فيش صحيفة لأي اتجاه إسلامي أبدا لحد النهاردة. يعني الإذاعة بتاعت مين؟ يعني الإعلام كله مسموع مقروء مرئي بتاعهم كله. طب إحنا إيه اللي كنا نملكه؟ المنصة الخشب ده، هذا الذي نملكه، وهو ده اللي عمل القصة كلها، المنصة الخشب دي. إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، فبرغم كل الآلة الإعلامية الجبارة التي يملكونها، إلا أنهم لا يعلمون أن هذا الكون إنما يسير وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى، مش حاجة في غير حاجة مما قدره الله قديما. فدخلونا بداية الاستهزاء، ووصل الاستهزاء مش بينا بقى، بالإسلام كله، زي ما عمل ساويرس. وانتوا عارفين القصة اللي عملها على الفيسبوك، جاب ميكي ماوس ولبسه نقاب ولبسه عمل له لحية والكلام ده. ليه؟ ايه اللي يخليه يعمل ده في بلد على الأقل 95% من سكانها مسلمون، وأسعد أقلية في العالم النصارى اللي عايشين في مصر، أسعد الأقليات. لا قبل النظام السابق ما كان يعمل الكلام اللي احنا قرأناه إن كان صدقا أو كذبا، القلاقل والفتن والفتنة الطائفية ومش عارف يعمل ايه ويخلي ايه ويسوي ايه. طب ما ايام الهرج والمرض ليه ما تحرقتش الكنائس، وليه ما قتلش النصارى، وليه ما تعملش اقتصاد؟ ليه يعني؟ وكان المسلمون يستطيعوا، واعداء الثوره كثر، ويقول لك اندست مش عارف مين من الموساد ومين جا من مش عارف مش عارف وحرقوا من ومن شانا وبتاع والكلام ده. ما حصلش هذا الكلام ابدا. المسلمون دائما اهل رحمه وعدل. لو جاره نصراني لا يمكن يؤذيه. وانا عايز احد من النصارى يقول ان انا ليا جار مسلم كان دايما يشتمني، او كان دايما يستهزئ بديني، او كان دايما يحط عراقيل فيا، الا اذا كان واحد بعد واحد زي ما المسلمين بيعملوا مع بعض. ما بيبقى جارك مسلم ومطلع عينيك من جوه. فدي بتبقى حالات فرديه. لو جاب لي حاله حالتين 10 20 30 حالات فرديه، لكن غير كده لا يمكن كنت تسمع عن حالات زي كده. فلما ياتي ده علشان خاطر يستهزئ، القصه مش قصه نقاب ولحى، لان ده شعار الاسلام يا اخوانا، ده شعار. يعني لو المؤسسة العسكرية، أنا راجل جندي مجند في القوات المسلحة، ودي أنا شفتها لما كنت في مركز تدريب المشاة في المعادي، ولد كان بيمسح البيادة بالبريه، البريه اللي هو لابسه بيمسح البيادة بيه، ده تحول محاكمة عسكرية ودخل السجن، لأن البريه ده فيه النسر اللي هو في العلم الراية التي تشكل الدولة، رمز الدولة، الحتة القماشة اللي عمالة توفر فوق المصالح الحكومية، هي ده رمز الدولة. يبقى لما تيجي بالبريه وتمسح بيه البيادة يبقى بتمسح شرف العسكرية، مع ان المسألة كده لا مسحنا شرف عسكرية ولا احزنون. قال لك بس ده رمز. هو مصطفى كمال اتاتورك، وانا هختم بهذا، يعني مصطفى كمال اتاتورك لما قوض الخلافة الإسلامية وعمل الدولة التركية العلمانية الحديثة وبدأ يحاكم علماء الدين، كانوا يلبسوا زمان العمة والكاكولة والزي التركي المعروف اللي كان يتميز برجال دين، هو موجود عندنا في مصر لحد النهارده، الطربوش الأحمر والبتاع دي والكاكولة والكلام. قام جاء اتاتورك لأنه عارف أن العمامة بالوصف ده رمز للدين، حب يغيرها ويقول ده كان زمان،
أيام الفتة، ففرض القبعة بدلا من العمامة على الشعب التركي. القبعة دي قبعة الخواجة، ففرضها، فعلماء الدين وقفوا ورفضوا ان العمامة تخلع ويلبسوا القبعة مكانها، بدأ يحولهم محاكم عسكرية. فالقاضي بيقول لي واحد من علماء الدين مرة، بيقول له: ما أتفهكم يا علماء الدين، ما هذه الثورة التي تقومون بها؟ ألأننا استبدلنا قماشا بقماش؟ ما هي القبعة من قماش والعمة اللي انت لابسها من قماش، ايه الفرق يعني؟ كلكم بتوع مظاهر وشكليات ولحية وقميص قصير والكلام ده. فقال له العالم: أيها القاضي، إنك تحكم علي وخلفك علم تركيا، هل تستطيع أن تستبدله بعلم إنجلترا؟ وهذا قماش وهذا قماش. فبهت القاضي وحكم عليه بالإعدام. ما هو جاي ياخد إعدام، سواء اتكلم ما اتكلمش جاي ياخد إعدام، لكن كلام ما فيش حد ينكره. أنا ممكن أحط ورايا علم بريطانيا وهو قماش وأرمي علم تركيا؟ لا. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغزوات ليه كان حريصا على أن الراية تفضل مرفوعة كما في مؤتة؟ قال: إن قتل جعفر فزيد عبد الله بن رواحة، وبعدين تتقطع ايده يمسكها كده، تتقطع ايده الثاني يمسكها كده، تتقطع ايده الثاني يمسكها ببقه باسنانه. طب لماذا لم يترك الراية تسقط وهي قماش؟ لأن كل العيون معلقة بالراية، إذا سقطت الراية يبقى معناها أن القائد سقط، خلاص القائد سقط يبقى هزم الجيش على طول. فالمسألة النهارده مش مسألة لحية ولا مسألة نقاب، ده استهزاء بالدين. ولذلك أنا بقول لكم ينبغي أن نقاطع شركة موبينيل، كل واحد مع 012 يرميها في الأرض ويستبدلها بشريحة تانية. ودي مش معناها إن أنا بقول لكم قاطعوا النصارى. ساويرس مش هو النصارى بتوع مصر، لا أدعو إلى المقاطعة العامة للنصارى لأنهم جزء ونسيج من أبناء البلد، لكن ساويرس ده لابد أن يؤدب. كيف نؤدبه؟ ونحن ليس في أيدينا شيء نستطيع أن نؤدبه، نحن لسنا السلطة التنفيذية عشان أجيبه وأقول له لماذا احتقرت الإسلام كله وتعمل لي ميكي ماوس، تعمل له لحية ونقاب. ده اسمه استهزاء بمشاعر 95 مليون مسلم، 80 مليون مسلم لا يقيم لهم وزنا. هو ايه اللي بيحصل في الدنيا؟ عشان كده انا بقول لكم الدنمارك لما عمل الرسوم المسيئة وقاطعهم المسلمون كاد اقتصاد الدنمارك ان يسقط لولا دخول الاتحاد الاوروبي، هو الذي حمى الخزينة الدنماركية من الافلاس. ان الشعوب تستطيع ان تؤدب اعداء الاسلام. الشعوب قوية جدا وعندها طاقات هائلة، وانا ما بطلبكش بحاجة، بقول لك 012 او اي 0 تبع موبينيل ارميه في الارض حسبة لله وغيرة على الدين، حتى يؤدب هذا الرجل ويعرف ان المسلمين لهم حرمة، لا سيما هو يطلع ايه يعني في البلد؟ ماذا يشكل هذا الانسان؟ من الذي يحميه؟ من وراء ظهره؟ فانا عندما اقول انا اقاطع كل منتجات ساويرس ليس معناها مقاطعة النصارى، لا، النصارى حاجة وهذا الانسان الذي يستهزئ بديننا حاجة تانية. واي رجل يستهزئ بدين احنا هنأدبه بطريقتنا الخاصة، لا بنستخدم العنف ولا بنروح نضرب ولا بنخبط ولا بنقتل ولا بنعمل حاجة، لكن نستطيع أن نؤدبه ونحن في بيوتنا. ليه؟ لأن عندنا إمكانات. وليس هذا فقط قاصرا على مثل هذا الرجل، كل رجل حتى وإن كان ينتسب إلى الإسلام يستهزئ بالإسلام والمسلمين ينبغي أن نؤدبه بمثل هذا أيضا. ليه؟ لأن مسألة إقامة الحد أو الضرب أو دي ملك الحاكم فقط.
لازم إخواننا يفرقوا. أنا أتكلم بمنتهى الحماسة، لكن أنا عندي ضوابط شرعية بتحكمني، لا أستطيع أن أتخطاها. أنا قلت لكم مسألة بناء القبور، المساجد على القبور، هذه مسألة لا تجوز، وهنفضل نقول لا تجوز لحد ما نموت، لكن ليس من صلاحيتنا أن نفعلها نحن بأيدينا. لا، دي سلطة ولي الأمر، مش عايز ينفذ عندما يلقى ربه يسأله، دي قصته. أما أنا قصتي أن أبقى على ما أنا عليه من الفتوى. لو كان الأمر بيدي لفعلت ذلك، لكن الأمر ليس بيدي، زي إقامة الحدود. لا أستطيع أن أقيم حدا على أحد، حتى لو جاء واحد وقال لي أنا زنيت وجاب ال4 شهود، أنا ما أقدرش أقيم عليه الحد. ليه؟ لأن إقامة الحد سلطة ولي الأمر. مش سلطتي أنا. فالكلام واضح؟ الكلام واضح. فأنا عايز أقول يا جماعة إن السياسة فيها مثل ما قلته الآن. ما هو ده من السياسة، إن أنا أؤدب الخارج الذي لا يحترم ديني، هذه السياسة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام دعا على أناس خالفوا أمره. عندما هبت ريح حمراء قال لا يقومن منكم أحد، فقاموا فحملتهم الريح إلى جبال طي أو إلى جبال كذا وكذا، فلعنهم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، لعنهم، وليس من عادته أن يلعن أحدا. ففيه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، شدة كان أو رقة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.